بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة هنتكلم عن قديس معاصر وسائح، هو القمص عازر الفرشوطي، اللي البابا كرولوس السادس كان دايما بيقوله يا مبروك. ودي قصة حياته. اتولد الطفل سيداروس يوم 7/5/1920 في مدينة فرشوط في قنا، ودرس الابتدائية القديمة، وبعد كده دخل الإكليريكية في القاهرة، وسُيِّم كاهنا يوم الحد الموافق 7/8/1949 بتكليف من البابا الأنبا يوساب الثاني للأنبا برقام مطران الأقصر وتوابعها. سُيِّم كاهنا على كنيسة الست العذراء بفرشوط مع باباه القمص أرسانيوس وأخوه القمص شنودة باسم عازر، اللي معناه الله يعين. وهو من أسرة عريقة جدا ومعروفة وليها مكانة كبيرة في قلوب الناس، أسرة كهنوتية معروفة باسم عائلة القمامسة، اللي هم أبوه وأخوه وجده وابنه وزوج بنته وزوج حفيدته. ومن أول سنة 1950 كان دايما بيروح القمص عازر على القمص مينا المتوحد اللي هو البابا كرولوس السادس، وكان بيقعد معاه فترات طويلة جدا تزيد عن 6 شهور في الطاحونة. وبعد رسامة أبونا مينا بطريرك كان برضه بيروح له البطريركية ويقضي معاه الليل كله في التسبيحة. ولما كان البابا كرولوس يعرف ان هو جاي فكان يقول للخدام جهزوا الأوضة للمبروك عشان هو جاي، زي ما كان بيناديه بالظبط، دايما يقول له يا مبروك. وفي الفترة اللي كان بيقضيها ابونا عازر مع قداسة البابا عاش حياة الصلاة والصوم والتسبيحة وحب المسبح والذبيحة، والمسبح بقى شريك حياته يوميا، وبقت الصلوات هي الحب الأعظم ليه، لدرجة ان هو اتشهر بان هو رجل الصلاة في محافظة قنا. وكان بيزور الأديرة وبيقعد فيها أسابيع طويلة جدا، وكان مواظب على حضور صلاة نص الليل. ومن الأديرة اللي كان بيروحها كان دير الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس والبراموس والسوريان والأنبا بشوي. فكان دايما بينمو في فضيلة الصلاة وبيحبها جدا، وكان ممكن يقعد ساعات طويلة جدا في الصلاة كأنه عايش في زمن تاني. ولو قلنا ان هو كان بيصلي 20 ساعة يوميا احنا مش بنبالغ. كان بيصلي صلاته الخاصة والصلاة الكنسية، وكمان بيصلي الناس اللي بتيجي على بيته. وحتى ال4 ساعات اللي باقية من يومه كان بينام وقلبه صاحي، فكان بيبدأ يومه الساعة 2 بالليل، يبدأ بصلاة نص الليل والتسبيحة لغاية الصبح. وبعد ما يقعد بعد الصلاة تلاقيه بيقعد يقول صلوات في سره مش مسموعة. ولما كان بيصلي المزامير كنت تشوفه تحسه كأنه بياكل حاجة بفرحة جدا، كان بيحب يصلي المزامير قوي. ومش هننسى أبدا آخر يوم في حياته في الساعات الأخيرة كان بيتألم جدا، لكنه فتح الأجبية وهو قاعد على السرير وصلى الساعات 3 والسادسة والتاسعة. وبعد فترة من العلاج راح صلى الغروب والنوم والستار، وده قانونه العادي. وراح قال للناس اللي قاعدة حواليه هو ده النظام والترتيب اللي تمشوا عليه. وفي نفس الليلة صلى صلاة نص الليل والتسبيح. ولما راحت له مجموعة من الأطباء الساعة 1 بالليل عشان يطمنوا عليه لقوه بيصلي وفتح الإبصالمودية ومركز جدا. وفضلوا قاعدين مستنيين لغاية الساعة 2، لكن المعروف عن أبونا إنه مش بينتهي أبدا من الصلوات دي إلا في الصباح الباكر. ومشوا وهم متعجبين جدا، صلاة من العمق بنقاء وبمحبة وبانسكاب، صلاة حتى النفس الأخير. ومن عمق محبته للصلاة فكان بينشغل بيها انشغال كامل بمن تحبه نفسه، وما كانش بيدي اهتمام لأي حاجة تانية. فكانت كل مشاعره وحواسه متكرسة للصلاة وللي بيصلي ليه وبس. لدرجة إن في يوم من الأيام كان في زلزال عظيم جدا في سنة من السنين، وكان بيته متصدع ومتهالك، كان في شروخ خطيرة قبل ما يرمموه. كان وقت الزلزال ده واقف بيصلي، فالناس قعدت تصرخ عليه وتقوله اطلع يا ابونا الزلزال هيهد البيت، وهو ولا أكنه هنا، ما سمع لهمش. وبعد ما فترة الزلزال خلصت دخلوا عشان يطمنوا عليه، دخلوا لقوه واقف في مكانه بيصلي أكن مفيش حاجة حصلت أصلا، وكأنه في عالم تاني مش موجودة على الأرض اللي كان فيها الزلزال. وقال أحد الآباء إن أبونا عازر في أحد من الأحاد كان متعب جدا، كان بيتوجع، فجاله صوت من السماء وقال له ما تخدمش النهاردة. فرد وقال أبونا إزاي يا رب، ده مفيش قداس حد أنا قصرت فيه. فرد عليه الصوت وقال له أنا صاحب الذبيحة اللي أنت هتقدمها، وأنا إله الأحد. فالراجل ده شاهد على جيله بيبكت كل اللي بيستهتر ومهمل في الصلاة، وكل واحد عنده صحة مش بيصلي، وهو شيخ وكبير في السن، كانت رجليه زي ما تكون محروقة بالنار من كتر ما بيقف عليها،
كان دايما برضو بيقف يصلي. وقال حد تاني من الآباء وهو كاهن في كنيسة فرشوت إن أبونا عازر قبل نياحته بفترة قليلة كان بيخرج من القداسات فرحان جدا، وكان يقعد يقول كقول الرب لنفسه: إلى متى أكون معكم؟ ومش هننسى أبدا منظر أبونا القديس وهو مربط بالرباطات في رجليه الاتنين وهو في مستشفى سانت ميري بقنا، وصمم إن هو يصلي صلاة القداس، وراح قال لمدير المستشفى وهو حاليا القمص صليب أخنوخ: لو ما صليتش أنا هرجع بلدي تاني، أنا مش عايزة أتعالج. وفعلا نزل من على الكرسي المتحرك لغاية باب العربية، والغريب إنه وقت الصلاة كان عامل زي شاب صغير، وكان فرحان جدا. لو اتكلمنا عن فضيلة الصوم في حياة أبونا القديس فهنقول إن هو كان ليه منهج خاص جدا في أيام الصوم، لدرجة إنه كانت بتمتد ساعات الصوم للغروب، فكان بيفطر بعد صلواته الخاصة اللي بيقولها بعد القداس، وبكده كان بيفطر أول لقمة ياكلها الساعة 8 بالليل من غير تمييز بين صوم والتاني، كل الأصوام عنده واحد. كان صوم مقدس بدرجته الأولى، مكناش بنشوفه بياكل أبدا بعد القداس حتى في يوم الحد، كان طقسه غريب، فكان ممكن يقعد طول اليوم من غير ما ياكل، لدرجة إن هو نفذ قول أحد الآباء: إنني لا أظن أن الشمس رأتني آكلا. وكانت نوعية أكله بسيطة وقليلة جدا كأنه أكل عصفور. وكان بيقرأ الكتاب المقدس كله كل 50 يوم من سفر التكوين لغاية الرؤية. ولما الناس سألته عن ده قال لهم: أنا اتعلمت ده من قداسة البابا كرولوس السادس. وكان أبونا القديس القمص عازر بيرفض رتبة القمصية لاتضاعه، لكن بعد إلحاح شديد من نيافة الأنبا كرولوس أسقف نجع حمادي وفرشوت أخد رتبة القمصية سنة 1992، وكان دايما بيردد: السما فيها 24 قسيس. وفي حد من الشهود العيان قال إن القمص عازر قام بعمل ترحيم لنفسه قبل نياحته بأسبوع، يعني يوم الأربعاء 16/6/2004. قال أبونا في صلاة القداس بعد المجمع: نيح يا رب نفس أبونا عازر القمص أرسانيوس في فردوس النعيم. فعرف اللي حواليه من الشمامسة إن الوقت قريب لنياحة أبونا، وأكتر من كده كمان إنه في مرة شاور على 2 شافهم قبل نياحته إحنا مش عارفين مين هما، وقال للي حواليه: شوفوا كده ال2 دول. وكان بيبص لفوق، وفضلوا معاه. ولما سألوا واحد من ولاده: هم قالوا لك إيه وهم موجودين ولا لأ؟ قال: أيوة موجودين وما قالوش حاجة. وفي يوم الخميس 24/6/2004 على الساعة 8:30 صباحا انتقلت روح القديس أبينا القمص عازر للأمجاد السمائية. وقبل نياحته بيوم صلى القداس الإلهي لوحده، وانتهى الساعة 3 الظهر منه، وفطر في الغروب لنفس اليوم. وفي ليلة نياحته صلى صلاة نص الليل لغاية الساعة 4:30 الصبح بالرغم من مرضه الشديد، واللي وصفه بإن كأن في نار في بطنه، والنار اللي كانت في رجليه اللي كانت زي ما تكون رجليه محروقة من كتر الوجع. وتنيح القديس ورقد في الرب بسلام الساعة 8:30 صباحا، واتنقل جثمانه للمقبرة اللي أعدت ليه تحت مذبح الملاك ميخائيل في كنيسة الست العذراء مريم بفرشوت، عشان كل الناس تتبارك منه. بركة صلواته فلتكن مع جميعنا آمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديس القمص أبونا عازر ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة ويطلبوا شفاعته. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.